تتواصلي معاه على الواتساب او كده. تواصلت معاه على الواتساب، رد عليا قال لي اسم حضرتك ايه؟ قلت له اسمي ايناس. ايناس كذا كذا. 5 دقايق يا فندم وهبعت لك الرقم بتاعك. فعلا يا جماعه اقل من 5 دقايق اخد مني الاسم، اقل من 5 دقايق طلع لي الرقم التعريفي وصورته. معنى كده ايه؟ اسمي قدامه. انا قعدت اكتر من شهرين مش عايز يوصل لي. ليه بقى مش عايز يوصل لي؟ بعد ما بعت لي الرقم التعريفي وصورته، راح قايل لي، بعت لي رساله بعدها بدقيقتين، قال لي استاذه ايناس انا عايز الشاي بتاعي. قلت له نعم، من عينيا. بعدين فكرت كده، فواحده زميلتي قالت لي ده انت المفروض وفرتي عليه ان هو يجي لك. اصلا شاي ايه ده؟ المفروض هو اللي يجي لك لحد باب بيتك. ده ما جاش، ده ما عملش شغله. قلت لها تصدقي اه صح. بعدين ايه، راح باعت لي هو بقى كل ده انا بكلم زميلتي مش. فراح باعت لي تاني بعدها ب5 دقايق، قال لي على فكره انا عندي محفظه الكترونيه لو تحبي تبعتي لي اي حاجه. قلت له اه حاضر من عينيا، بس ما بعتلوش حاجه. فبحكي لحد، فالحد ده قال لي اشربي بقى، ما انت لازم تبعتي له طبعا، عشان بعد كده لو في حاجه اتبعتت لك على البريد هو مش هيبعتها لك. اذا بتوع البريد المصري